السلام عليكم. وقت اللي الصغار يفدوا من القراية ويقرقوا ما تسمع في العائلة التونسية كان الجملة الشهيرة، وهي الوسيلة الوحيدة تقريبا المتاحة باش يسكتوهم: اقراوا على رواحكم، توا في الصلاة الجاية نهزوكم تحوسوا. وبقدرة قادر تنزل هذه الجملة السحرية على الأطفال بردا وسلاما، وفي أغلب الأحيان يسود الهدوء التام. ولغير التونسي أقول أن الصلاة المقصود بها عادة العطلة المدرسية، ونحوس يعني نتفسح ونغير جو. السؤال الآن: من أين للتونسي مصطلح صلاة وكذلك نحوس؟ وهل هذه الكلمات أو المصطلحات هي ذات جذور متينة في اللغة العربية أم هي داخلة عنها؟ في بودكاست درة، وخاصة في فقرة أصل الكلمة، باش نحاول نجاوبوا على هذه التساؤلات بالبحث والغوص في أصل المصطلحات هذه. لكن قبل ما نبدو، فضلا وليس أمرا، يريد تدعمونا بالاشتراك في البودكاست، كذلك تدعمونا بجيم وتعليق حتى نستمر في تقديم الإضافة، مع الشكر سلفا. أنا متأكد اللي أغلبكم سيشاطرني الرأي أن من الجمل القليلة التي تجعل الأطفال المتمدرسين أكثر فرحا وزهوا هي: غدوة تبدأ الصلاة، أي غدا تبدأ العطلة المدرسية، وهي الأيام الخالية من الواجبات والتفرغ تماما للعب والمرح. لكن من أين للتونسي، وهو الوحيد في الوطن العربي الذي يستعمل هذا المصطلح للتعبير خاصة عن العطلة المدرسية؟ في كل المعاجم العربية تقريبا عرفوا الصلع على أنه انحسار الشعر وانكشاف الرأس. ويقال أيضا الأرض الصلعاء، يعني الأرض الملساء التي لا نبات فيها. وهنا يأتي التأويل الجمالي في القاموس المحيط أن الصلع هو انكشاف مع صفاء مع فراغ. وهذا أصل التعبير الشعبي في تونس لكلمة صلاة، حيث الفراغ الزمني يعني الفترة الزمنية الصلعاء التي لا واجبات وأشغال فيها. ويدعم هذا الرأي هذين البيتين من الشعر. يقول الأول: ما الصلع إلا سكون الرأس في دعة يزهو به البال إذ يخلو من العمل. أما البيت الثاني يقول: صلعان الرأس ما هو عيب ولا وجع، بل راحة بال كي يزهى بها الصبح. ومن خلال البيتين أصبح لدينا الحجة والبرهان لماذا التونسي يسمي الفترة الزمنية الخالية من الواجبات والعمل أي العطلة بالصلاة، وهو تعبير مجازي رائع. وكذلك دليل قوي على أن التوانسة لهم حس لغوي فريد وراقي. أما المصطلح الثاني وهو نحوس، صراحة لم نجد صعوبة في الوصول إليه كما حصل لنا في مصطلح صلاة، حيث وجدنا أنه في اللغة العربية هناك إجماع تقريبا على أن حاس يحوس حوسا، أي طاف ودار في الشيء. ومنه قولهم: حاس في القوم، أي دخل بينهم وجال. وقيل أيضا: بحث وفتش، يعني حاس هو الطواف والبحث والاكتشاف. وما يؤكد هذا، هناك أيضا بيتين من الشعر العربي القديم. يقول البيت الأول: نحوس الأرض بحثا عن غوالينا، مخافة الموت دون تلقينا. وهذا ما يؤكد أن نحوس هو البحث عن الشيء. أما البيت الثاني يقول: تحوس الروح في الفلا حوسا، فتسعد النفس بالراح والنعم. وهذا أيضا يؤكد لنا أن نحوس هي الفسحة. ومن هنا نرى أن التونسي باستعماله كلمة نحوس
قد جمع بين البحث عن الشيء والفسحة في مصطلح واحد، وهو مصطلح جميل بجذوره في اللغة العربية. الخلاصة، عندما يقول التونسي لأبنائه كي سلاعة ونهزك متحوسو، وفي الواقع استند إلى مفردات راسخة وقوية في اللغة العربية، وهذا ما يؤكد أن اللهجة التونسية قريبة جدا من اللغة الأم، لغة القرآن. والله أعلم. أخيرا، إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا دعمنا بمشاركة وجيم وتعليق مع فائق الاحترام والتقدير. شكرا على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء في أصل كلمة أخرى.